السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا دلوقتي الإصدار التالت من برنامج التشفير. هو دوت الإصدار التالت إن شاء الله. أول حاجة هنفحص بالأفيرا نشوف البرنامج هل هو مكشوف ولا لأ، يعني السيت اب بتاع البرنامج مكشوف ولا لأ. لو مكشوف معنى كده اللي هو هيخلي السيرفر مكشوف، فأحسن حاجة اللي احنا نعمله كده. نفحص الأول البرنامج نشوفه السيت اب مكشوف ولا لأ. تاني حاجة عايز اقولها ان ياريت محدش يفحص المواقع، علشان اكتر حاجة بتضيع التشفير وبتخلي البرنامج ينكشف بسرعة هي الفحص على المواقع. زي احنا مستنيين الفحص يخلص، المسافة الفحص يخلص لانه برنامج للعنصر وهمي نشوفه تبليغ ايه اخباره. تمام زي ما انتم شايفين مش مكشوف، زي ما انتم شايفين اهو مش مكشوف الأفيرا. طبعا كل اصدار وهننزل فيه الحاجات الجديدة. المرة الجاية ان شاء الله هننزل فيه تخطيات حماية، يقفل الفارول، الكلام ده كله ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اكونت سيرفر عادي للبرنامج اكستمرات. وهنجرب برضك على برنامج بيفرسات، قصدي على برنامج استريمرات سباينت. كان سيرفر عادي سيف السيرفر. طبعا مصيفتش السيرفر بالسيويد دوت اكس اي، فاغير اكتب له اكس اي كده بحيث ان السيرفر مشتغل. نجرب التبليغ بتاع السيرفر نشوفه شغال ولا ايه. تمام التبليغ شغال. ايه دلوقتي التبليغ شغال، التبليغ شغال. افتح البرنامج نشفر السيرفر. طبعا ده الشكل الجديد، وطبعا التشفير مش زي ما قلت مش معمولة من افيرا، دي اهم حاجة عندنا. طبعا حفظت الكلام ده كله. نختار السيرفر وبعدين نرجع على ديت، نختار مكان حجز السيرفر سيف. طبعا نستنى ثواني كده زي ما انتم شايفين البرنامج اتشفر. اوكي ده السيرفر بعد التشفير. تكالي اوبن كده زي ما انتم شايفين. شوفوا التبليغ هيوصل ولا ايه النظام. زي ما انتم شايفين التبليغ وصل اهوت. بس طبعا البرنامج معلق فنقفله كده ونفتحه تاني. زي ما قلت جرب التبليغ. هو اصلا يعني السيرفر اللي فات جه الصورة جت بس السيرفر ما ظهرش هنا، فانا هطلع نجربه تاني. المشكلة ان في البرنامج استمرارات لما بتكنسل السيرفر لازم تقفله وتفتحه تاني، رخم جدا. بس المشكلة مش في السيرفر، يعني المشكلة مش في السيرفر، هو دايما بيعمل مع ضحايا معايا كده يعني. طب زي ما شفنا احنا قلنا كده تبليغ شغال زي الفل على اكستمرات، بس المشكلة في البرنامج. نجرب على قصدي على سباينت. طبعا النجرات لا النجرات نزلته تشفيرات. نجرب على سباينت. ده سيرفر سباينت كده.
السيرفر. طبعا انا سامح اللي هو يعمل مرة واحدة بس سيرفر شفر مرة واحدة في البرنامج، يعني لازم تقفله وتفتحه تاني لان عطيله 1000 بس فولت. تمام. ديت سيرفر بتاع اكسمريت بتاع سباينيت. نشوفوا كده التبليغ نظامه. زي ما انتوا شايفين التبليغ وصل بتاع سباينيت. نجرب تاني اكستمريت اللي علق دوت. يعني مثلا لو رسترت دلوقتي الويندوز تبليغ هيوصل، تبليغ هيوصل على اكستمريت. ده طبعا كان شرحنا النهاردة. ده كان البرنامج. طبعا البرنامج كله مبرمجتي من اول حاجة لاخرها. مش فاضل حاجة اللي انا اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلوقتي نشرح برنامج تغيير الايسو. برنامج تغيير الايسو هو دوت تاني حاجة لينا، هو برنامج تغيير الايسو. تمام. البرنامج هنغير تبع بعد ما ثواني كده تليفون برنامج. تمام. ده البرنامج تغيير الايسو. هنروح نجيبه السيرفر صورة ايسو كده بسرعة. صورة ايسو فين؟ صورة ايسو نجيبه مثلا الصورة ديت. طبعا أورتن الظريف بيهزر معايا. انا سايبه يخش على جهازي، قلت تعالى اخش العب شويه يا حبيبي بتاع. فاهمين الكلام. سيبكم منه، خليه هو يقعد يلعب شويه كده. المهم هنخش طبعا نغير برنامج الايسو. تك على باور فايلز، نجيبوا السيرفر بتاعنا من عند البي اكس اي، السيرفر اللي احنا شفرناه اللي هو بس مش عارف اختار السيرفر الصراحة جاي مش وقت خالص الورق الرخم ده. طبعا بنختاره الباور ايسو، بنختاره السرور ايسو، بنتك على ديت تم تغييره. تمام. نيجي نشوفوا الايسو اتغير ولا لأ. طبعا اخترنا احنا رجع لنا حاجة تاني. طيب ماشي. نروح بقى ان السيرفر طبعا ده اللي غير الايسو. طبعا ما غيرش الايسو، بس لازما في بعض السيرفرات اللي هي بتبقى كويسة لازم تزود تغير الاسم كده، فبالتالي راح مغير الايسو. تبقى الجهاز مهنج مثلا كده. زي ما انتم شايفين تم تغيير الايسو. هخلص انا بقى اقفل كده عشان ارفع لكم الشرح واقول لكم على اللي هعمله في اورتن دلوقتي. يلا سلام عليكم.